ضحكوا علينا كتير وقالوا ان هي معموله من الكبده البلدي، وطبعا ما فيش الكلام ده. النهارده هقول لك ازاي تحولي الكبده المستورده لكبده بلدي في اقل من 5 دقايق بس، ومستحيل حد يقدر يفرق ما بينهم. تعالي بقى شوف الجديد واحكمي انت بنفسك. وقبل ما ابدا الفيديو، الله يسعد قلبك يلا تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا حبايبي. في الاول انا معايا هنا ده نص كيلو من الكبده المستورده، بيكون اصلا مقطعها لي شرايح بالشكل ده. وبعدين انا ببدا ان انا اقطعها عصافير صغيره. بعد كده وهي متلجه، اوعي تشتغلي فيها وهي سايبه. بعد كده هضيف على النص كيلو 3 معالق كبار من اللبن، اي نوع لبن متوفر عندك، انا مستخدمه لبن بقري. بعدها هضيف نص عصير ليمونه كامله، ولليمون بتاعك ميته قليله استخدمي حبتين 2 من الليمون. تمام كده تمام. هسيب الكبده بتاعتي دي على جنب 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. هبدا ان انا اجيب بصل، وهبدا ان انا اقطع البصل بتاعي الجوانح تكون محمله زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. كمان هجيب هنا 3 قرون من الفلفل، وبرضه هقطع الفلفل لشرايح بس شرايح تكون ناعمه. وبسيب كمان الفلفل على جنب. هنا بقى معايا طاسه فيها معلقه من الزيت، وكمان معلقه كده من اللية او الدهنه الحيواني. لو مش عندك ده وده استخدمي معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. بس طبعا اللية بتدي نكهه وطعم تاني خالص. عليهم ضفت فص توم مفروم، واديته تشويحه. اول ما ريحه التوم ظهرت معايا، يعني شوحي التوم الاول وبعدين انزلي بالكبده. بعد كده نزلت بالكبده بتاعتي، والنار بتاعتي في الاول بتكون عاليه لغايه ما الكبده تتشوح معايا تشويحه حلوه. بتفضل معايا النار عاليه زي ما انتوا شايفين. هعرف منين بقى ان الكبده بتاعتي اتشوحت حلو؟ لما الكبده كل كميه الكبده اللي معايا بتغير لونها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وفي الاول مش ببدا ان انا اقلب غير لما الاقيها بتبدا تغير لونها، لان انتوا عارفين الكبده مش بتستحمل. خلاص كده اتشوحت تشويحه حلوه. بنزل بقى بالبصل اللي احنا مقطعينه جوانح. زي ما انتوا شايفين الجوانح بتاعه البصل مش بخليها رفيعه قوي عشان ما تكونش مهريه. نبدأ ان احنا نتبل فلفل اسود وكمون على فكرة وكزبرة. انا بضيف فلفل اسود حاجة بسيطة، وكمان ضيفي شعرة بسيطة من الزعتر، وبظبط الملح، وكمان معلقة من هريسة الشطة. وهقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. شايفين؟ ما اقولكمش بقى الريحة ما شاء الله من التتبيلة حاجة ما شاء الله. كنت هنا بقطع بقى فلفل رومي وفلفل احمر، ببدأ ان انا اضيفه، وبالظبط احسب بعد ما بضيف الفلفل دقيقتين 2 وبطفي النار. بصوا انا عندي ناس بتاكل الكبده بالسندوتشات، وناس بتاكلها مع المكرونه. عملت كده صلصه مكرونه، وسلقت نص كيلو من المكرونه. وبدات ان انا اديهم تقليبه كده. يا دوب كده اقلب المكرونه. بحب اشوح المكرونه مع الصلصه على النار. في ناس بتضيفها كده على البارد، لا بس انا بديها تشويحه بحيث ان هي بتاخد مع من التسبيكه حلوه قوي. تعالوا بقى يلا بينا نقدم طبق المكرونه. عملت طبق على قد ولادي بس. وكان هنا كمان عملت هنا الشيبسي البيتي. بصوا ينافس فعلا بتاع المحلات. مع ان كانت لسه البطاطس اللي هي القديمه، كانت لسه البطاطس الجديده لسه ما بداتش تبقى حلوه في التحمير. وبس كان ما شاء الله اللهم بارك شيبسي تحفه. هقول لكم ان شاء الله لو عاوزين طريقه الشيبسي هنزله لكم في فيديو منفصل. وعملت كمان سندوتشات فينو بالكبده، وكمان قدمت كده المكرونه لكل واحده فيهم. كده طبق من المكرونه عليه بقى معلقتين كده من الكبده. وقولوا لي بقى رايكم في الاكله ايه. كبده بصوا محدش ابدا يقدر ان هو يقول كبده مستورده من طعمتها. اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنسوش بقى تقيموا الفيديو ده وتشوفوا هتدوه كام من 10. وكمان استحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك ولا لا. الصراحة سواء كانت مع المكرونة أو في السندوتشات، فالكبدة كانت عظمة أحسن من الجاهزة بكتير. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.